جزائري قلت لك حابب انه نحكي عنه، اللي هو شاب صغير عمره 25 عام. الله يبارك. هو طالب بكلية التكنولوجيا بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة، الله يبارك. واللي ما شاء الله. اسمه صهيب سلطاني. هلا بطلب من كنترول يحطوا لنا صورته. يلا. صهيب سلطاني هلا انا اللي حبيته اكثر انه هو استلهم من المشاكل اللي ممكن موجوده بالجزائر، او المشاكل اللي موجوده كانت موجوده بالعام الفائت، مثلا الحرائق اللي صارت بالصيف الماضي تنذكر وما تنعاد ان شاء الله. ان شاء الله. مشكله الاكسجين اللي صارت كمان بالموجه القويه اللي كانت للكوفيد. فمن هدول الاشياء هو استقى ابتكارات، حاول انه يفيد البلد تاعه. بس بدي اطلع من اليوتيوب وروح على اوكي. في عندنا اول اختراع اللي هو هلا نحن عم نشوف، هذا هو الاختراع اللي هي كرات حساسه للحرائق. كيفاش تعمل هذه كريم؟ ايوه، تحسس الحرائق. هلا هذه الكرات بيحطوها، هي بتتحسس الحرائق على بعد، اول شيء كان اول ما اخترع وجد الاختراع كان على بعد 5 امتار، بعدين عمل له تحسين صارت على بعد 15 متر بتتحسس للحرائق. اوكي. واكيد في عندها آلية لحتى إطفاء الحرائق. أنا لسه ما كثير فهمت، لأنه أنا كنت حابب قبل ما نحكي بالموضوع كنت حابب إني أقدر أتواصل معه، لسه ما لقيت طريقة إني أتواصل معه لحتى نجيبه ضيف معنا لهون. ونجيبه. تماما، كثير حابب إنه نحن نجيبه معنا لهون الاستوديو يشرح لنا أكثر عن ابتكاراته، لأنه هدول الناس وهدول الشباب هن يعني اللي بتفتخري فيهم من بلادك. شاب عمره 25 عام ما شاء الله صار في عنده 4 اختراعات. ما شاء الله. وهلا اختراعاته لساتها عم تنتظر مين لحتى ياخذ بايدها للمنتج الاقتصادي، لحتى تصير منتج اقتصادي. يعني هي مثل ما بيقولوا توافق عليها. هذا هو الشاب. صح كريم، بس هذه كمان هذا هو. ايه، هذا هو النموذج الاولي للاختراع تبعه. داكو، هذه يعني كره نورمال بالون، كره. كره حساسه للحرائق. يعني كره يعني تكون محطوطه في كاش غابه ولا في كاش بلاصه تماما. ايه تماما، مثل حساس الحرائق اللي بنحط بالغرف مثل. اوكي، باش نعرفوا برك كيفاش باش يفهموا ثاني الناس. ايه كريم. ايه. فبنقول انه هي ابتكار خليه الكشف عن الحرائق. هو عباره عن جهاز لتحسس الحرائق على بعد اول شيء قلنا 5 امتار، بعدين تم تطويره لحتى صار 15 متر. ولاقى هذا الابتكار اشاده واسعه، وحتى صاروا يشاركوه بزاف، صاروا يحكوا عنه بزاف بالملتقيات الوطنيه. وكمان على الرغم وقتها كان انتشار جائحة كورونا، ما منعت صهيب سلطاني من القيام بطرح جديد على الطلبة عبر الفيسبوك، وهو المشاكل المصاحبة لفيروس من نقص الأكسجين. هذا هلا بدنا نحكي عن الاختراع الثاني، اللي هو تمكن من خلال هذا الطرح تكوين فريق يضم نخبة من الطلبة والشروع بصنع جهاز لتوفير الأكسجين اللي بيعتمد على الماء من خلال تحويله إلى أكسجين. إذا هن يفككوا الماء ويحولوه لأكسجين. تحت إشراف مجموعة من الطلبة، من ضمنهم فريق الهندسة الكهربائية وطلبة العلوم الطبيعية وطلبة علوم المادة بمساهمة جمعية الإبداع والابتكار بالمسيلة. بعد صنع هذا الجهاز وبعد هذا التعاون بين الطلبة من أكثر من جهة، فكر أنه هو بمشروع يجمع طلبة الجامعات ويعمل على تقريب الجامعات والطلبة والشركات من بعض البعض. وعمل منصة على الإنترنت سماها ذا جينيوس. هاي المنصة هي تعتبر أول منصة جزائرية مهتمة بخدمة الطالب والأستاذ الجزائري من خلال إبراز طاقاتهم عبرها، خاصة وأنها تتيح الفرصة للجميع من خلال بيع الدورات التعليمية والدروس الخصوصية. إذا هي بتقرب الطلاب والأساتذة من بعض. كمان أيضا اللي حابين يعطوا دروس خصوصية، اللي حابين يبيعوا مثلا ممكن أشياء تفيد الطلاب بدراساتهم، ممكن يبيعوا دروسا او يقوموا يعني بنشاطاتهم عبر هذا الموقع. وايضا كمان هي بتقرب الادارات الجامعيه من الطلاب، ممكن طرح مشاكل الطلاب، ممكن كمان يصير في تعاون بالطلاب مثل ما صار هذا التعاون انه هن يحولوا الماء للاكسجين. يكون تعاون ما بيناتهم، تعاون بالمعلومات، تعاون بالخبرات، تعاون بالتجارب. تماما. وكمان اقترح صاحب الابتكار خاصة بما يتعلق بمشروع ذا جينيوس على جميع الجامعات الجزائرية الاشتراك بالمنصة، أين يتم من خلالها التواصل أكثر بين الطلبة والجامعات والمدارس لتطوير الجامعة الجزائرية وإلحاقها أكيد بركب دول العالم المتقدم. فهذا مشروع جدا جميل، فكرة جدا جميلة انك انت تجمع كل الناس، كل الطلبة، كل الاساتذة، كل الجامعات بمنصة واحدة لحتى تحاولوا انه توصلوا لنتائج جميلة ممكن تفيدوا فيها البلد اكيد واهل البلد.